بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا نعمل كيكة البرتقال بطريقة سهلة وبسيطة ونجهزها لشم النسيم. معانا كوبايتين عصير برتقال وكوباية سكر نفس المعيار، ومعانا بيضتين، ومعانا روح البرتقال، ومعانا معلقتين سمنة كبار، وثلاث كوبايات دقيق، ومعلقتين نشا مع الدقيق نكون مجهزينهم ونخلينهم مع بعض. تعالوا ناخد كل المواد اللي هي السايلة وهنضيفها في الخلاط ونضربهم مع بعض كويس قوي. هنضيف كوبايتين البرتقال وكوباية السكر، وقلنا بيبقى نفس المعيار، ومعانا روح البرتقال اهوت. ممكن نضيف الازازة كلها او نضيف نصها، ومعانا معلقتين سمنة كبار. الحقيقة الكيكة دي سهلة وجميلة وبيبقى طعمها حلو قوي، وهتجهزيها لأولادك في شم النسيم. ومعانا البيضتين هم ربناهم وهنضيفهم للخليط في الخلاط. كيكة سهلة وبسيطة وما بتاخدش منك وقت. معانا يا حبايبي كيك شيف او بيكنج باودر، بس انا الحقيقة بيبقى كيك شيف بيجيب معايا نتيجة احسن. هنمزج المواد اللي هي الجافة دي مع بعضها كويس قوي الاول، علشان ما تفسدش البيكربوناتو بتاعتنا او الكيك شيف. هنبتدي بقى ان احنا واحدة واحدة كده ننزل بالخليط بتاعنا على الدقيق لحد ما يديلنا القوام اللي احنا عاوزينه. زي ما احنا شايفين كده خلاص ما شاء الله بقت جاهزة معانا اهيت. لما تبقى معانا سهلة كده واخدة نفس القوام كده، يبقى كده الكيكة بتاعتنا بقت تمام. هتيجي بقى على الصينية في قلب اللي انت بتعملي فيها الكيكة بتاعتك في الفرن. انا بصراحة بحب اعملها في الحل على البوتاجاز، ما بتاخدش مني وقت وبتطلع برضو النتيجة معايا حلوة قوي. هندهن الصينية الاول زيت، وهنصب الخليط بتاعنا في الصينية بتاعتنا. انا بحطها على عين البوتاجاز على نار متوسطة كده، والله بتطلع معانا ما شاء الله جميلة وهشة وطعمها حلو قوي. خلاص هي استوت معانا اهيت بسم الله ما شاء الله، واتحمرت من الجناب ومن الوش. هنطفي عليها لما تهدى معانا اهيت يا حبايبي. هنبتدي بقى ان احنا نقطعها. ما شاء الله العجينة هشة وجميلة وسهلة وبسيطة وما بتاخدش مننا وقت، واحلى كيكة هتعمليها لاولادك في شم النسيم بطريقة سهلة وبسيطة. والبرتقان وريح البرتقان اللي احنا بنضيفها بتديلها طعم جميل جدا. ما شاء الله على الكيك طالعة جميلة وهشة وجميلة ازاي في ايدينا. اتمنى يا حبايبي ان الفيديو يكون عجبكم، وبألف صحة وعافية يا رب.